السلام عليكم ومرحبا بكم، نقول لكم كامل صحة عايدكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الوصفه تاعنا اليوم ان شاء الله خيرت لكم وصفه تاع كتف الخروف محمر في الفرن. بالنسبه للناس اللي مازال عندهم الكتف محتفظين به، نقول لكم جبدوه وجربوا هذه الوصفه اللي تجيكم اكثر من رائعه، ولا من العرضات ولا مام ليكم هكذا للدار تحمر الوجه بزاف بنينه وسهله، ما فيهاش بزاف مكونات. بدون اطاله نبداو في الوصفه تاعنا. انا رافقتها كما كنتم تشوفوا مع دي ليغوم سوتي. نبداو اول حاجه بلا ماريناد اللي راح نديروها في اللحم ديالنا. هنا خديت كميه مليحه من الثوم، خديت حوالي 8 فصوص كبار كما كتشوفوا. ريحتهم تاع الثوم تقدروا ما ترحوهمش، نقول لكم طريقه كيفاش ديروهم. المهم انا ريحتهم هكذا كما كتشوفوا. بالنسبه للتوابل درت فلفل كحل، درت العكري الحلو ولا الحار كما حبيتو، ودرت توابل خاصه يعني باللحم اللي يديروهم كيما تاع الدجاج، هذوما سبيسيالمون تاع اللحم تقدروا تستغناو عليهم، يعني تكتفيو غير بالملح فلفل كحل والعكري. هنا بالنسبه للزيت درت حوالي 2 مغارف كبار تاع الزيت اللي فتحت فيهم لا ماريناد. ضفت هنايا ملعقه كبيره تاع الهريسه ماشي معمره مليح، تاني تقدروا تستغناو عليها ولا تقدروا تعوضوها بالكاتشب. بالنسبه لهنايا الليمون خديت حبه غارس، مديت نص تاعها باسكو كان فيها يعني العسل كما كتشوفوا معمره، ولا شتوها يعني ناشفه تقدروا ديروا حتى حبه كامله، ولا تعوضوها بالخل الا ما كانش عندكم توفر القارص، ولا لا موطارد، يعني حاجه وحده من هادوما في ثلاثه. هنا كما كتشوفوا بالنسبه للملح حطوا كميه مليحه باش ما يجيكمش صامت، لازم تملحوا. وجيت خلطت هذيك لا ماريناد مليح هكذاك، حليتها في هذاك الزيت مع القارص. ورحت انا جبت اللحم ديالي راني نتقل فيه بالموس هكا كيما راكم تشوفوا، يعني هذه الخطوه ضروريه جدا باش هكا يتشرب لكم مليح هذيك لا ماريناد ويجيكم بنين من الداخل. هنا تقبتوا يعني على الجهتين هكذا. هنا تقدروا كما قلت لكم هذاك الثوم الا ما حبيتوش ترحوه، في هذا الثقوب اللي ديروهم بالموس يعني تغرسوا لداخل، ترشقوا لداخل هذوك الحبات تاع الثوم، ولا يعني ترحوه كما حبيتوا، يعني تدرسوه. هنا جبت البلا تاعي اللي حنطيب فيه، درت اول شيء بابي الومنيوم، يعني ما نطيبوش فيه مباشره، يعني ضروري نغطوه بالبابي كويسون لانه يعني ما راهش صحي، ما نقدروش نطيبوا فيه هكذاك الماكله ديريكتومون، لازم ديروا بابي كويسون هكا كيما راكم تشوفوا. وحطيت هنايا نحطو هكذا اللحم في الداخل بابي كويسون. ودوكا راني حنبدا نمسح فيه بهذيك لا ماريناد ونحكو مليح حتى وين تدخل كامل، تحسوها يعني تشربها كامل اللحم هذاك تدخل داخل، يعني الطريقه راهي واضحه هكذا قدامكم. نسيو ندخلوه في هذوك الثقوب اللي درناهم بالموس. هكذا كملت كامل الكميه. وهاد الوصفه يا البنات كما كتشوفوا ما درت فيها ولا قطره تاع الماء، يعني راح يطيب في لافابور غير بالدم تاعو، هذا ما كان. هنا جيت غطيته بالبابي كويسون، ديروا كميه كبيره كما كتشوفوا، كبروه مليح، نغطوه بيان هكذايا، ومن بعد نزيدو من فوق الالومنيوم، يعني ما تخلوش كامل الفيد، تغلقوا عليه مليح، لازم تغلقوا عليه مليح باش يطيب لكم. دوكا هنا زدت نغطيه من الفوق. ما حبيتش يعني نقص في الفيديو باش تشوفوا مليح الطريقه كيفاش غلقت عليه هكذايا. ودخلته الفرن اللي كنت شعلته يسخن يعني من قبل. هنا بالنسبه للخضر انا درت بطاطا قطعتها هكا بشكل طولي، قرعه، زروديه. الخضره اختياريه، كل وحده دير باش تحب، تقدروا ديروا ماشطو، تقدروا ديروا بسباس. انا في ليغوم سوتي نحب البسباس يعني ما كانش عندي ونحب ندير ماشطو، هذا واش كان متوفر عندي. ولا تقدروا ترافقوه مع الروز ولا مع لا بيوري كيما تحبوا، ولا مع لي فريت تاني. ملحت شويه هنايا وديت هاد الخضره تتفور. مور ما تفور راني رايحه نسوتيها في المقله هكذا كيما كتشوفوا، يعني ما حبيتش نصور هذا الديتاي كامل. انا درت زبده هنايا، وحطيت زروديه مع القرعه، رشيت عليهم شويه تاع ملح فلفل كحل باش ما يجونيش صامتين، وراني نحمر فيهم هكذايا. نفس الشيء بالنسبه للبطاطا، هنا تقدروا تزيدوا معدنوس الا كان متوفر عندكم، انا تاني ما لقيتش عندي المعدنوس. هنا تاني تهايلك فوالا البطاطا. وهنا شوفوا بعد ما جازوا ساعتين ونص، انا هنا دالي اللحم تاعي باش طاب هكذا كيما كتشوفوا طايب بالزبده،
داليه حوالي ساعتين ونص. يقدر يديلكم حتى أكتر كما يقدر يديلكم أقل في الوقت، يعني على حساب كل وحدة والفرن تاعها، وكل وحدة على حساب تاني اللحم إلا كان طري ولا كان عاصي سا ديبون. هنا شوفوا هاوليك، شوفوا كيفاش طابلي. دوكا واش راح ندير، حنفتح عليه هكذا ونزيد نعاود نحمرو من الفوق. وهاد الطريقه يعني اختياريه، تحبوا تزيدوا تحمروا تحبوا تخلوه هكذا، كل وحده كيفاش تحب. انا حبيتو يدي تحميره خفيفه تانيت من الفوق، يعني فتحت عليه البابيه ونعاود نردو شويه داخل الفوق. وانا هاوليك الطبق تاعي واجد بعد ما كملت صوتيت هادوك لي ليغوم مع اللحم، حمرته هكذا من الفوق، جا من اروع ما يكون، بزاف بنين كما قلت لكم. هذا الطبق ما شاء الله يحمر الوجه والم في العرضات، بزاف بنين. فوالا هذه الوصفه تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها، عجبتكم. في الاخر ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، الى وصفه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.